سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنديروا هذه الوصفه التقليديه الخاصه بناس بليده، شوربه بيضه تجيب الطبع والشان. يلا مع بعض نبداو في طريقه التحضير. في القدره تاعنا درنا شويه تاع الزيت، شويه تاع السمن، رمينا عليهم حبه تاع البصل اللي كنا قطعناها رقيق، خليناها تتقلى، ضفنا لها شويه تاع الدجاج، من بعد غسلنا الكرافس تاعنا، زدنا غسلنا المعدنوس تاعنا قطعناهم ودرنا الكرافس، من بعد زدنا شويه تاع المعدنوس، خلطنا الخليط تاعنا مليح وتبلناه بشويه تاع الملح، درنا عود تاع القرفه، درنا شويه تاع فلفل الكحل، ودرت غير شويه تاع القرفه بودغ باش ما تجيناش المرقه كحله. من بعد نمرقوا الشريبه تاعنا الله الله، ونديروا لها شويه تاع الحميصه ونغطوها ونخلوها طيب في خاطرها. بعد ما غلات لنا الشربة تاعنا وطاب لنا الدجاج والحميصه مليح، رمينا هذاك الرز وخليناه يطيب خاطرو. كاين اللي يرمو هنايا الفرميسر وكاين اللي يرمو الرز، انا نفضل نرمي الرز. من بعد رحنا خدمنا العقده تاعنا اللي فيها حبه تاع البيض، فيها شويه تاع المعدنوس وفيها شويه تاع القارص، خلطناهم مليح وضفناهم لهذيك الشريبه تاعنا. بعد ما كان طابت لنا الله الله وعقدت، رمينا عليها هذيك العقده، من بعد رشينا عليها من الفوق شويه تاع المعدنوس. وهذا هو الشكل النهائي تاع الشريبه تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.